بتلعب مع الأسود وبتجري لو شافت صرصار. يا ترى مين هي؟ أنوسة كوتة. بتعامل الأسود زي ولادها وبتخاف من الصراصير. ويا ترى إيه هو الشرط الغريب لزواجها من محمد رحيم؟ أنوسة كوتة بنت السيرك وأم الأسود، واحدة من أصغر وأشهر مدربات الأسود في مصر والعالم العربي، واسمها الحقيقي محاسن. هي بنت المدرب المعروف مدحت كوتة، وحفيدة أول مروضة أسود في الوطن العربي محاسن الحلو. يعني الموهبة ماشية في الدم. بدأت مشوارها في ترويض الأسود وهي عندها 4 سنين، يعني كانت بتلعب مع الأسود وهي لسه بتتعلم تمسك القلم. ورغم كده ما أهملتش تعليمها أبداً، ودرست في جامعة القاهرة وخدت ليسانس حقوق ودبلومة قانون، ووصلت إنها تبقى مستشار تحكيم دولي. بس في الآخر قلبها كان دايماً بيحن للأسود ومع عالم السيرك اللي اتولدت فيه، فاختارت تكمل المشوار اللي بدأته عيلتها، وقدمت عروض عالمية في بلاد كتير، ورفعت اسم مصر في واحدة من أخطر وأندر المهن في العالم. وفي مهرجان مستر العالمي تم اختيارها كأفضل وأصغر مدربة أسود في العالم، وهو تكريم كبير ليها ولعيلتها اللي بتهتم بترويض الأسود من جيل لجيل. وورثة واحدة من أشهر العائلات اللي اتربت على ترويض الحيوانات المفترسة. أنوسة دايماً بتقول إن الأسود عاطفية وحنونة، وإنها بتتعامل معاهم زي أولادها بالظبط. والمفاجأة إنها بتخاف من الصراصير والفئران أكتر من الأسود. والدها تعرض لهجوم من 4 أسود، بس ده ما خلاهاش تخاف، بالعكس زادها قوة. في 2018 اتجوزت الملحن الراحل محمد رحيم، واللي كان بيحبها جداً، وكان شرطها الوحيد عشان تتجوزه إنه يوافق يعيش وسط الأسود. ورحيم وافق، ورغم إنه في البداية كان متوتر من وجودهم في البيت، إلا إنه بدأ يتعود عليهم وكمان يحبهم، بل وتصور معاهم كمان. وقالت أنوسة في لقاء تاني إن الأسود كانوا لسه أشبال صغيرة وقت ما دخلوا البيت، ولما بيكبروا بينقلوهم للسيرك. لكن الطريف إن لما أصحاب محمد من الفنانين كانوا بيجوا يزوروه كانوا بيتفاجئوا جدا بوجود أشبال أسود في البيت. رحيم كتب لها مخصوص أغنية فيا اللي مكفيني وهداها ليها في الفرح، وخلفوا ابنهم كنز في 2019. ومن أول لحظة حسوا إن في بينهم تلاقي مش طبيعي. زي ما قال رحيم بنفسه في لقاء قديم: أنا من معجبينها وحسيت إن أعرفها من زمان، وعبرت لها عن حبي بعد أسبوع واحد بس. وبعد ولادة ابنهم كنز كانت حياتهم بقت لوحة فنية مرسومة بحب ومليانة مزيج ما بين الأسود والموسيقى. أما بعد وفاته دخلت في حالة حزن شديدة، خصوصاً بعد الخلاف اللي حصل بينها وبين عيلته وقت الدفن. كمان منعوها تدخل المقابر، وقالت إنها اتصدمت وسكتت شهر ونص من الزعل. دلوقتي ناوية تكمل مشوار رحيم وتنزل ألحانه اللي لسه ما اتطرحتش، وكمان نفسها تشتغل مع نجوم كبار زي عمرو دياب وتامر حسني وإليسا ومحمد منير. دخلت كمان عالم التمثيل من خلال فيلم روسي ضخم، ولعبت فيه دور مدربة أسود، وكان بيحكي عن 4 بنات من عائلات مدربات الأسود، وكل واحدة فيهم من بلد مختلفة. أنوسة بتمر بفترة صعبة حاليا، خاصة بعد الحادثة اللي حصلت للشاب محمد في السيرك وأثناء العرض بتاعها. والكل ألقى باللوم على أنوسة إنها ما قدرتش تتصرف وتضرب النمر اللي هجم على محمد وأكل دراعه. لكن أنا شايفة إن أنوسة عملت اللي عليها، هي ضربته بالكرباج لحد ما حست بحركة الأسود وراها، فكان لازم طبعا تسيبه وتبص للأسود وتحاول تسيطر عليها وترجعها لأقفاص، وإلا كانت هتحصل كارثة، وكان ممكن ياكلوها ويهجموا كمان على الجمهور اللي كان معظمه نساء وأطفال. وبكده أكون وصلت لحكاية النهاردة من حكايات المشاهير. أتمنى تكون حكايتنا النهاردة عجبتكم. ما تنسوش تدعمونا بلايك وتشتركوا معانا، وأشوفكم في حكاية جديدة. سلام.